ريد بول اللي مضوا مع يورجن كلوب المدرب السابق لليفربول عشان يمسك منصب رئيس قطاع الكرة العالمي عندهم، واللي بدأ بشكل رسمي يوم 1 يناير 2025. ودي خطوة جديدة من الخطوات اللي بتاخدها شركة ريد بول علشان تسيطر على عالم الكورة، وده مجهود بدأ من زمان. على مدار السنين ريد بول بقت اسم معروف في عالم الرياضة، وبما انها مشروب طاقة فما كانش غريب انهم يدخلوا عالم الرياضات الخطيرة زي الفورمولا 1، وعندهم فريقين، واحد في انجلترا والتاني في ايطاليا. لكن في نص الالفينات قرروا يستثمروا في الكورة، ومن ساعتها ما رجعوش ورا تاني. بدأوا يمدوا نفوذهم في دول وقارات كتير، وبدأوا يثبتوا نفسهم في اكبر رياضة في العالم. طب ازاي قدروا يعملوا كل ده في 20 سنة بس؟ ريد بول دخلت عالم الكوره لاول مره سنه 2005 لما اشتروا اول نادي ليهم، مع ان البراند كان لسه يدوب ليه 18 سنه، لكن كان واضح انهم عايزين يوصلوا للعالميه بسرعه، وزي ما بيقولوا الخير بيبدا من البيت، فكان طبيعي انهم يبداوا رحلتهم في بلدهم النمسا. فاشتروا نادي اسمه سالزبورج وعملوا عليه تغيير شامل. وقتها كان اصحاب النادي بيعانوا من مشاكل ماليه، فريد بول دخلت وانقذت الموقف واستحوذت على النادي، وكان هدفهم الاساسي انهم يخلوا النادي يشارك في دوري ابطال اوروبا بشكل منتظم. غيروا اسم النادي لاف سي ريد بول سالزبورج، وكمان غيروا الوان التيشيرت من البنفسجي للاحمر والابيض، وبداوا يستثمروا في اللعيبه والبنيه التحتيه. ورغم انهم ما دخلوش دوري الابطال غير في موسم 2019 2020، لكن النادي شاف نجاح كبير من اول ما ريد بول استلمته. اول موسم بعد الاستحواذ خلصوا تاني الدوري النمساوي، والموسم اللي بعده خدوا الدوري لاول مره من 10 سنين. يعني في خلال سنتين بس بدأوا يحسوا بطعم النجاح. وكمان خلصوا تاني الدوري مرة تانية في موسم 2007-2008، وبعدها كسبوا الدوري مرة تانية في موسم 2008-2009. ولما شافوا قد ايه مشروع الكورة بدأ يحقق نجاح كبير في وقت قليل، ريد بول قرروا يوسعوا نشاطهم على مستوى القارات. ففي 2006 اشتروا نادي كورة في أمريكا، وبعدها بسنة في 2007 أسسوا أول نادي ليهم في البرازيل، وبعد سنتين قرروا انهم يعملوا نفس الفكرة في أوروبا. بس أوروبا كانت دايما هتبقى خطوة صعبة علشان الكورة هناك في أعلى مستوى والمنافسه فيها جامده جدا، فكان متوقع ان النجاح هناك مش هيجي بسهوله. لكن هم كانوا مصرين وعندهم ثقه في نفسهم. اختاروا المانيا وبداوا يذاكروا البلد كويس ويشوفوا هيستثمروا فين بالظبط. لفوا على مدن زي هامبورج وميونخ ودوسلدورف، لكن واجهوا شويه مشاكل. وقتها خدوا نصيحه من اسطوره الكره الالمانيه فرانز بيكنباور، وقرروا يختاروا مدينه لايبزيج. المدينه دي وقتها ما كانش فيها نادي محترف، فكانت فرصه ممتازه. ريد بول رسموا خطه يستثمروا فيها 50 مليون يورو في النادي ده، وفعلا اسسوه في مايو 2009 لما اشتروا حقوق اللعب من نادي اسمه اس اس في مارينت، وبداوا اجراءات الترخيص مع الاتحاد الالماني. سموا النادي ريد بول لايبزيج، بس من اول يوم واجهوا مشاكل. ما كانش مسموح ليهم يستخدموا اللوجو بتاعهم ولا حتى اسم ريد بول، فاضطروا يغيروا اللوجو وسموه راسن بول سبورت لايبزيج، اللي معناها تقريبا رياضه الكوره على العشب. الاسم بصراحه ما كانش منطقي، بس زي ما احنا عارفين ريد بول بيهتموا بالبراند بتاعهم، وكان كل اللي يهمهم ان الاحرف الاولى تفضل ار بي. والناس دلوقتي بقت تعرف النادي باسم ار بي لايبزيج، وكتير فاكرين ان ار بي معناها ريد بول اصلا. ار بي لايبزيج بقى هو النادي الوحيد تحت مظله ريد بول اللي اسمه مش فيه كلمه ريد بول. النادي بدا في الدرجه الخامسه من الدوري الالماني، وكان الحلم انهم يوصلوا للبوندسليجا في خلال 8 سنين باستخدام نفس النموذج اللي استخدموه في النمسا وامريكا. طب يا ترى هل قدروا يحققوا الحلم ده؟ ريد بول كانوا عارفين ان تحقيق الهدف ده هيكلفهم فلوس كتير، وفعلا كان في تقارير بتقول انهم كانوا مستعدين يصرفوا حوالي 100 مليون يورو في اول 10 سنين من عمر النادي. ويا سلام على البدايه، كانوا جامدين جدا. فمن اول موسم ليهم خلصوا في المركز الاول وصعدوا على طول للدرجه الرابعه. وبعد نهايه موسم 2019 2020 النادي غير استراتيجيته تماما، المدرب مساعده والمدير الرياضي كلهم اتشالوا، وكمان سرحوا حوالي 10 لعيبه. القرارات دي اتخذت لان ريد بول كانوا قرروا يخلوا ار بي لايبزيج هو الواجهه الرئيسيه لمشروع الكوره بدل من ار بي سالزبورج. بس الحياه في المانيا ما كانتش سهله خالص لريد بول، واجهوا هجوم وانتقادات جامده جدا من جماهير الكره الالمانيه. في 2006 كانوا ناويين يستحوذوا على نادي اف سي ساكسون ويسموه اف سي ريد بول ساكسون لايبزيج، بس الجماهير وقفت لهم وقفه رجاله واعترضوا جامد، والاحتجاجات كمان بقت عنيفه، فريد بول اضطروا يلغوا الخطه كلها. بعد كده حاولوا يروحوا لنادي ساكس براندس، بس اول ما اداره النادي عرفت ان ريد
ريد بول عايزين يبقوا اكتر من مجرد رعاة، رفضوا حتى يفكروا في العرض. جمهورهم اصلا كان معترض على استحواذ ريد بول على نادي اس في سالزبورغ، فالموضوع ما كانش قابل للنقاش من الاساس. في 2007 حاولوا يستثمروا في نادي فورتونا دوسلدورف، ولما الناس عرفت انهم عايزين يمتلكوا اكتر من 50% من النادي وغيروا اسمه لريد بول دوسلدورف، حصلت مظاهرات عنيفة تاني واضطروا ينسحبوا برضه. كل العقبات دي في المدن المختلفة خلت ريد بول يرضوا في الاخر بمدينة لايبزيج. وقتها ما فيش ولا نادي في المدينة دي كان لاعب في البوندسليجا من 1994، فما كانش فيه احتجاجات كتير، بس المدينة كان فيها ثقافة كروية قوية وجمهور محتمل كبير، فكانت فرصة مناسبة جدا لريد بول. ار بي لايبزيج فضلت تتطور واحدة واحدة، واول بطولة ليهم كانت في 2011 كانت كاس ساكسونيا بعد سنتين بس من تأسيسهم. بس النمو ما كانش خط مستقيم، ساعات كانوا بيجربوا ويفشلوا بس عمرهم ما وقفوا المحاولة. كانوا بيغيروا مدربين ويسرحوا لعيبة ويفصلوا مديرين رياضيين لحد ما لقوا التركيبة الصح. في 2012 جابوا رالف رانجيك كمدير رياضي، وده كان قرار غير مصير النادي تماما. قراراته كانت سريعة وفعالة والنادي بدأ يحقق نجاحات متتالية. ممكن تقول ان الراجل ده غير حياة النادي وكان نعمة كبيرة لمشروع ريد بول، علشان في اول موسم للراجل ده يكسبهم كاس ساكسونيا تاني وصعدوا للدرجة الثالثة بعد 3 سنين في الدرجة الرابعة. وفي فترة رانجيك عدد الجماهير كان بيزيد كل ماتش وبيكسروا ارقام حضور الجمهور كل شوية. في 2014 ار بي لايبزيج صعدوا للدرجة الثانية بعد ما كسبوا ماتش قدام جمهور مالي استاد ار بي ارينا على الاخر، وبكده بقوا اول فريق يوصل للدرجة الثانية بعد سنة واحدة بس في الدرجة الثالثة. الصيف ده صرفوا مليون يورو على لعيبة جداد، وده كان اكتر من نص اندية الدوري الممتاز الالماني وقتها، رغم انهم في الدرجة الثانية. والموسم اللي بعد الرقم زاد ل 8.6 مليون يورو. كانوا بيصرفوا وما بيوقفوش. في 2015 حاولوا يعينوا توماس توخل كمدرب، بس المفاوضات فشلت. رالف رانجيك هو اللي قاد الفريق للبوندسليجا لأول مرة في تاريخهم سنة 2016. يعني ببساطة حققوا حلمهم. فاكر لما النادي اتأسس في 2009 الهدف وقتها كان انهم يوصلوا للبوندسليجا في 8 سنين، بس اللي حصل ان هم عملوها في 7 سنين بس. المشروع كان نجاح باهر بكل المقاييس. وخلال السنين دي بدأ يظهر نمط غريب شوية. نادي ار بي سالزبورغ كل شويه يبيع احسن لاعبته لار بي لايبزيج، وده طبعا ما عجبش جماهير سالزبورغ خالص. الموضوع ده خلى الجماهير تغني هتافات ضد لايبزيج لما الاثنين اتقابلوا في ماتش كاس سنه 2015. المهم بعد ما رانجيك وصلهم للبوندسليجا قرر يسيب التدريب ويركز على شغله كمدير رياضي. وقتها جابوا رالف هازنهوتل كمدرب. ار بي لايبزيج بدأوا اول موسم ليهم في البوندسليجا بطريقه خرافيه، لعبوا اول 13 ماتش من غير اي هزيمه، وده كان رقم قياسي لاول فريق صاعد جديد يحقق سلسله اللا هزيمه دي. وفي نفس الموسم خلصوا الدوري في المركز الثاني بعد بايرن ميونخ وتأهلوا لدوري الأبطال من أول محاولة، علشان يروحوا في دوري الأبطال ويخلصوا الثالث في مجموعتهم ونزلوا على الدوري الأوروبي، وهناك وصلوا لربع النهائي. الفريق كان بيكبر بسرعة رهيبة. في موسم 2019-2020 وصلوا لنصف نهائي دوري الأبطال، وفي موسم 2021-2022 وصلوا لنصف نهائي الدوري الأوروبي، وفي 2022 كسبوا أول بطولة كبيرة ليهم بعد ما فازوا على فرايبورغ بركلات الترجيح في نهائي كاس ألمانيا. وبعدها بكام شهر فازوا بكاس السوبر الألماني 2023 بعد ما كسبوا بايرن ميونخ 3-0 بفضل هاتريك من داني أولمو. وقتها كان واضح ان مشروع ريد بول الكروي هو نجاح كبير جدا، بس السؤال اللي بيطرح نفسه ازاي قدروا يحققوا ده؟ الحقيقة البسيطة هي انهم ضخوا فلوس كتير جدا في المشروع، لكن الأهم من كده انهم عرفوا يصرفوا الفلوس فين بالظبط. بنوا منشآت محترمة واستثمروا في الكشافين وجهاز التحليل، وعلشان كده قدروا يجيبوا لعيبة زي إيرلينج هالاند، تيمو فيرنر، يوسف بولسون، بنجامين سيسكو، مارسيل سابيتزر، دومينيك سوبوسلاي، وويلي أوربان، وإيميل فورسبيرغ وغيرهم كتير. اللعيبة دي كانوا شبه مغمورين وريد بول خلتهم نجوم عالميين. كمان طلع من الأكاديمية بتاعتهم لعيبة زي جوشوا كيميتش ولوكاس سوشيتس وكونراد لايمر. وما اكتفوش بكده، ده كمان خلوا المدربين نفسهم نجوم، من رالف لانجيك لرالف هازنهوتل لغاية مدرب ألمانيا الحالي يوليان ناجلزمان. تخيل كده شركة لسه داخلة مجال الكورة من 20 سنة بس وقدرت تحقق كل ده في كذا دولة. وكمان عندهم دلوقتي أسلوب لعب معروف، ضغط عالي وهجوم مباشر. يعني عندهم فلسفة كروية وهوية زيهم زي الأندية التقليدية.
وعلى الرغم من كل النجاحات دي ريد بول ما وقفتش، بالعكس فضلوا يدوروا على طرق يوسعوا بيها المشروع ويسيطروا اكتر على عالم الكوره، وعملوا ده من خلال تعيين افضل العقول في مناصب تنفيذيه. في 2019 ريد بول عينت رانجيك كرئيس لقسم الرياضه والتطوير، وده خلاه يبقى مسؤول عن المشروع الكروي العالمي كله، وكان من ضمن شغله انه يشرف على الاستحواذ على نادي اتلتيكو باراجانتينو في البرازيل، وغيروا اسمه لريد بول باراجانتينو. ومع رانجيك المشروع انفجر حرفيا. غير اربي لايبزيج واربي سالزبورج قدر يطور نادي نيويورك ريد بول لدرجه انهم بقوا بينافسوا على الدوري كل سنه، وكسبوا درع الدوري الامريكي اللي هو درع المشجعين. ريد بول استحوذوا على النادي ده في 2006 وغيروا اسمه ولونه وشعاره بالكامل، وفي عهدهم وصل النادي لاول نهائي في تاريخه سنه 2008 وكسب الدرع في 2013، وكرروها تاني في 2015 و2018. عملوا كمان اكاديميه من غير اي مصاريف، كانت اول اكاديميه مجانيه في الدوري الامريكي، ومن خلالها طلع نجم عالمي زي تايلر ادمز اللي كان كابتن منتخب امريكا في كاس العالم 2022. وكمان قدروا يجيبوا نجوم عالميين للنادي زي تيري اونري وتيم كاهل وجونينيو وايميل فورسبيرج. وبعيد عن كده اربي باراجانتينو صعدوا للدوري البرازيلي الممتاز وهم تحت قيادة رانجيك، وساهم في ان قيمة اندية ريد بول تزيد 10 اضعاف من حوالي 120 مليون يورو ل 1.2 مليار يورو. واربي لايبزيج لوحده وصل لقيمة 270 مليون يورو في 2019. دلوقتي خلاص بقى واضح انهم اكبر نادي في امبراطورية ريد بول، وعلشان يكملوا سيطرتهم راحوا جابوا واحد من اذكى العقول في الكورة يورجن كلوب، فاستنوا منهم حاجات جامدة اكتر في السنين اللي جاية. بس خليني اقول لك حاجة مهمة، ريد بول مش اكتر براند مرحب بيه وسط جماهير الكورة، خصوصا في المانيا. من اول ما دخلوا السوق الالماني والجماهير هناك بتعمل مظاهرات ضدهم، بيقولوا ان الشركة دخلت الكورة بشكل تجاري زيادة عن اللزوم، وانهم بيبوظوا روح اللعبة عشان الفلوس مش عشان حب الكورة. علشان كده يورجن كلوب اتعرض لهجوم جامد من جمهور ناديه القديم ماينز بعد ما وافق يشتغل مع ريد بول. بس قول لنا انت بقى، شايف ان امبراطورية ريد بول دي هي مستقبل الكورة، ولا شايف انها بتسحب روح اللعبة مننا؟ اكتب لنا رأيك في الكومنتات تحت. وكمان دلوقتي بعد ما كلوب بقى ليه دور كبير، تتوقع ايه اللي جاي لريد بول؟ هيفضلوا يشتروا أندية اكتر، ولا ممكن نشوفهم داخلين على الدوري الانجليزي وبيحاولوا يسيطروا هناك كمان؟ قول لنا رأيك في الكومنتات تحت. فأتمنى ان تكون الحلقة عجبتكم، واستنونا في حلقات جاية كتير.